ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. هنتكلم النهارده عن سفينة تايتانيك، السفينة التي لا تغرق زي ما كانوا بيقولوا. مصممين السفينة والركاب اللي كانوا فيها كانوا واثقين في السفينة بشكل مش طبيعي، كانوا بيتجاهلوا التحذيرات اللي كانت بتتقال لهم، وكانوا شايفين ان تايتانيك دي حاجة منزلة من السما كده، استغفر الله يعني. فالمهم يعني بدأت الرحلة وطلعت السفينة، وبعد الساعة 11:30 البحر كان هادي والسما صافية ومفيش أي مشكلة. فجأة مراقب السفينة شاف جبل جليدي ضخم قدام السفينة كده على طول. طبعا الكل بدأ يجري، وإنذارات بقى وصفارات هنا وهناك، وناس عمالة تخبط في بعضيها، بس للأسف كان متأخر قوي، والجبل الجليدي اخترق السفينة وغرق 5 مقصورات من 16 مقصورة. وطبعا من أوائل الناس اللي غرقت هم الفقراء، لأن الأغنياء كانت فرصة النجاة بتاعتهم أعلى. شوفوا حتى الطبقية موجودة من ساعتها. والسفينة التي لا تغرق بدأت تغرق واحدة واحدة، وفي خلال ساعتين بس الصراخ والرعب اللي كان موجود على السفينة اختفى حرفيا، والسفينة غرقت تماما، ومات ساعتها 1514 شخص. والسفينة اللي قالوا عليها مش بتغرق غرقت من أول رحلة. وقبل الرحلة دي كان في ناس بتقول إنه حتى الله لن يستطيع إغراق هذه السفينة. سبحان الله، الإنسان ده غريب قوي، يفضل يتكبر ويتغر ويشوف نفسه، وفي الآخر بيتحول لتراب. فسبحان الله بجد. وبس كده يا سيدي، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.